أهلا وسهلا بكم في قناة ميشا سبيس. سنقوم بتحضير كيش الخضار صحي ولذيذ بدون عجين، يعني بدون طحين، بطريقة سهلة وبسيطة جدا. مناسب لأصحاب الحمية لأنه يساعد في خسارة الوزن، يعني نتمتع بأكل صحي ولذيذ. قبل بدء الوصفة، رجاء إذا كنتم أول مرة تزوروا قناة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. على بركة الله أحتاج الخضار: كل من البصل، حبتين من البصل، بعض الفصوص من الثوم، والفلافل ألوان أخضر وأحمر. يا إما نقوم بتقطيعهم إلى مربعات صغيرة جدا بالسكين. أنا أفضل استعمال دائما مطحنة كهربائية، يعني توفر الجهد والوقت معا. تحصلت على هذه النتيجة. وضعت القليل من الزيت في مقلاة، ونضع الخضار المفرومة. كذلك الأمر بالنسبة للجزر، بعض الحبات من الجزر نقوم بفرمهم وأضيفهم إلى المقلاة. وضعت أيضا البقدونس والكزبرة الخضراء. كما ذكرت يمكن استعمال سكين لتقطيع الخضار بهذا الشكل. أفضل دائما استعمال مطحنة كهربائية لتوفير الجهد والوقت معا كما ذكرت. ثم نضيف الجزر والبقدونس والكزبرة الخضراء إلى المقلاة. بالنسبة للكوسة والبطاطس تخلص من الماء أولا كما شاهدتم، وأضيفهم إلى المقلاة. من جهة أخرى أحضر خليط. استعملت 3 حبات من البيض، وهنا كمية البيض على حسب كمية الخضار. وضعت علبة من ياغورت طبيعي، ونصف علبة من كريمة سائلة، كريمة خاصة بالطبخ، يمكن استعمال الحليب. وضعت جوزة الطيب، يمكن استعمال أي بهارات مفضلة. أضفت الفلفل الأسود والقليل من الملح. بعد ذلك أضيف القليل من البقدونس الأخضر الطري. يمكن إضافة كما ذكرت أي توابل أو منسمات أو حتى بذور تفضلون للمساعدة على خسارة الوزن مثلا، والتمتع بأكل صحي ولذيذ. أضيف الجبن المبشور، ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا باستعمال مضرب يدوي. هذه الوصفة بدون عجين، الخضار فقط. نقوم بخلطها مع هذا المزيج بهذه الطريقة. بعدما تبرد قليلا نضيفها إلى هذا الخليط. هذه الوصفة كما تابعتم محضرة بطريقة صحية وتساعد كثيرا على خسارة الوزن، لذلك أنصح كل من يتبع حمية وللرياضيين أيضا بتجربة هذه الوصفة. ملاحظة أخرى فقط: ممكن تحضير أو صنع عجين خاص بالكيش، مثلا باستعمال الفرينة الكاملة. نبسطه في صينية ونضع هذا الخليط، نقوم بتحضير وصفة كيش باستعمال العجين، أو يمكن استعماله مباشرة بهذه الطريقة. إفراغه في صينية، الحجم على حسب عدد أفراد العائلة، تكون كبيرة الحجم أو صغيرة كما تريدون. يمكن حتى استعمال قوالب فرن تكون صغيرة الحجم. لاحظوا حتى الكمية التي تحصلت عليها لا بأس بها، تبقت لي كمية استعملتها لاحقا بتحضير عجين. كما ذكرت عجين استعملت فيه فرينة الكاملة، ووضعت كيش باستعمال العجين وتحصلت على نتيجة رائعة. وضعت في الأخير الجبن المبشور، ونقوم بتزيين الصينية سواء بزيتون أخضر أو أسود، لا يهم، المهم أن نتحصل على نتيجة صحية ولذيذة جدا. نقوم بإدخال الصينية إلى فرن ساخن 180 درجة حتى تكسب اللون الجميل هذا من الجهتين. نقوم بتقطيعه بهذه الطريقة مثلا، ونقدمه إلى أفراد العائلة بالصحة والراحة. كنت رافقت هذه الوصفة بحساء اليقطين، نتمتع بأكل صحي متكامل. أنصحكم بتحضير هذه الوصفة لأنها فعلا تستحق التجربة. غني جدا بالفيتامينات، حتى الأطفال أعجبوا بهذه الوصفة.
وكما ذكرت نقدمها خاصة مناسبة مع كل أنواع الحساء. وبهذه الطريقة نتجنب أكل المخبوزات، نتمتع بأكل صحي ولذيذ. أتمنى في الأخير أن ينال إعجابكم الفيديو، شاركوه مع الأصدقاء والعائلة لتعم الفائدة للجميع. وإذا لديكم أسئلة أو طلبات لوصفات اكتبوا لي فقط في التعليقات، وسوف أكون سعيدة بالتواصل معكم. شكرا على المتابعة، ونلتقي في وصفة جديدة إن شاء الله. سلام.